بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فرخه مشويه مع طاجن بسله ورز بالشعريه، وهنقدر نعتمد الاكله دي من اكلات شهر رمضان الكريم. اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، وبلغكم رمضان. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. معانا فرخه طبعا حطيناها في محلول النقع اللي احنا متعودين عليه، وهنعمل بقى التتبيله الجميله. معانا طماطم معصوره زي ما انتم شايفين، وبصل وعود من الشبت، ومعانا فلفل رومي، وكوبايه من الزبادي، وهنحط معاها نص كوبايه من اللبن الرايب كده كانت عندي، وهنحط ربع فنجان من الخل او معلقتين من الخل، وهنبتدي نطحن الخلطه الجميله دي. وبعدين هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. معانا طبعا مجموعة من التوابل، فلفل اسمر وتوابل فراخ وبابريكا وكزبرة وحبة من القرفة، ربع معلقة من القرفة كده يعني. وهنبتدي نخلط الخلطة الجميلة دي. طبعا تتبيلة جميلة وسهلة. وضفت معلقة من الصلصة، وهنبتدي نحضر الفرخة بتاعتنا. وطبعا احنا هنغزها طبعا احنا غسلناها كويس جدا. هنبتدي ننغزها عشان التتبيله تدخل جواها، ونفصص الجلد عن اللحم كده زي ما انتم شايفين. وبعدين هننزل الفرخه الجميله بتاعتنا دي في قلب التتبيله طبعا، وهنخلطها كويس، نسيبها اكبر وقت ممكن في التتبيله. وبعدين طبعا هنحطها في صينيه وندخلها الفرن. انا اللقطه بتاعت الصينيه ما جاتش بقى، معلش التصوير قطع معايا زي ما انتم شايفين كده. وهنبتدي بقى نعمل البسله بتاعتنا. نزلنا ببصلايه وشوحناها تشويحه صغيره كده، وهنبتدي ان احنا ننزل بالبسله بتاعتنا الجميله. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا نزلنا بالبسله بتاعتنا الحلوه دي اللي انتوا شايفينها، خضرها جميل يعني. ونزلنا بشويه من الفلفل الاسمر، وهنبتدي نشوح في البسله شويه. وبعدين هننزل بالطماطم بتاعتنا. ما شاء الله يعني اكله جميله والله. وبعدين هنبتدي نحضر، سويناها نص تسويه زي ما انتوا شايفين. وهنبتدي نحضر الطاجن بتاعنا. طبعا هننزل بالبسله وهنحطها طبعا في قلب الفرن شويه كده يعني لحد ما تتشمع معانا وتستوي تماما. وهنبتدي نعمل الرز بالشعريه. طبعا معايا معلقتين من السمنه حلوين كده، ونزلت طبعا بالشعريه بتاعتنا، وهنبتدي نحمرها. لا اله الا الله. واول ما اتحمرت معانا نزلنا بالرز بتاعنا واديناه تشويحه تمام كده. وبعدين نزلنا بالميه السخنه وادينا المعيار بتاعنا المظبوط. معلش بقى هو فيديو قصير كده ولذيذ يعني، محبتش اطول عليكم. وطبعا نزلنا بمعلقه من الملح زي ما انتوا شايفين. وهنبتدي نشوف الاكل بتاعنا الجميل خلص معانا. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب اخواتي وحبايبي اللي وحشوني. ارجوكوا المتابعه والمشاهده ارجوكوا.